السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صيف سعيد، صيف جميل عليكم ان شاء الله، صيف 2022. النهارده بقى يا جماعه الفيديو بتاعنا في مارينا دلتا لاجونز. صورنا لكم اجمل واحسن شارع في مارينا دلتا لاجونز. هتشوفوا بقى الشارع بتاع اللاجونز بقى بعد ما خلاص هم يعتبر كده جاهز خلاص، والناس ساكنه على فكره. في عملاء كتير ساكنين دلوقتي في اللاجونز، واحنا شايفين الناس نشره هدومها بقى، ناشرين الغسيل بتاعهم، يعني خلاص مستقرين وقاعدين. وزي ما انتم شايفين في الفيديو كمان ان الشارع جاهز خالص، ما فيهوش اي حاجه، الشارع جميل جدا. اللاجونز طالعه تحفه تحفه تحفه. من خلال الفيديو بتاعي عايزه اشكر الشركه اللي قامت بتنفيذ اللاجونز، وعايزه اشكر المهندس المسؤول عن البسينات. كل الشكر والتقدير والاحترام ليكم الشركه والمهندس. الشغل جميل جدا، الشغل تحفه صراحه، حاجه تشرف وحاجه تفتح النفس كده. شايفين يا جماعه الجو عامل ازاي؟ شايفين الميه صافيه جميله 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 جدا. والله يا جماعه النفسيه كده فعلا محتاجه الحته ديت. هي يعني بجد الشارع حلو قوي قوي. وطبعا انتوا يعني الموضوع مش مستاهل كلامي انا، هو انتوا شايفين قدامكم، يعني هم يعني الشارع اصلا واللاجونز بتتكلم عن نفسها، مش محتاجه ان انا اتكلم عنها. شايفين انتوا الشارع عامل ازاي؟ شايفين النظافه؟ اكتر حاجه بتعجبني في الشركه بتاعت مارينا بتاعت دلتا كابيتال هم موضوع النظافه يا جماعه. بجد يعني هتقولي لي انت سايبه كل حاجه وبص للنظافه. صراحه النظافه ملفته للانتباه جدا. مفيش حاجة خالص في الشوارع، الشوارع نظيفة وجميلة جدا جدا، كل حاجة حلوة فيها. والله أنا بحب مارينا دلتا جدا. واللاجونز طبعا واضح طبعا قدامنا إن هي طالعة تحفة تحفة بجد. يعني شكرا للمهندسين اللي قاموا بالشغل، وشكرا للمشرفين، وشكرا للعمال، وشكرا لكل حد اشتغل في القرية دي، وعقبال إن شاء الله القرى اللي جاية. زي ما قلت لكم ان في ناس كتير استلمت وقاعدين، واحنا شايفين ان هم ناشرين اللبس بتاعهم، يعني استقرار استقرار بقى. لو وصلتوا بقى لغايه هنا ولسه محطوش اللايك، حط اللايك، لان اللايك الجميل بتاعكم هو اللي بيدعم الفيديو، وبخلي الفيديو كل لايك زياده بيدعم الفيديو اكتر، وبخليه بيرشحوا بقى، واليوتيوب بيرفعوا اكتر، والمشاهدات بتزيد عليه اكتر واكتر. الشارع ده فيه يا جماعه فيه بيسينين، وفيه اللاجونز او البحيره اللي انتوا شايفينها ديت، 2 بيسين ولاجونز. طبعا اكبر بيسينات هتلاقوها في الشارع ده. في بيسين طبعا، لما بقى شويه معلومات كده عن البيسينات هقوله لكم هنا. البيسين واحد بين E3 و E4، واكثر من، هو مساحته بقى اكتر من 400 متر مكعب مياه. واللاجونز بقى اللي انتوا شايفينها ديت اللي هي بقى الاساس بتاع الشارع اصلا، اكتر من 1200 متر مكعب مياه بين دي 3 ودي 4 واي 3 واي 4. والحمام بقى التالت بتاعهم كان مساحته ايه بقى؟ مساحته يا جماعة 800 متر مكعب، وموجود فين؟ ما بين سي 3 وسي 4. حبيت بقى اصور لكم الشارع، قلت بقى ايه مش هكتر اكتر من كده في الفيديو، هو الشارع ده كفايه عشان الفيديو ما بقاش طويل، ويبقى كده ايه الفيديو منفرد بقى، فيديو كده عن اللاجونز بس. طبعا هي كده زي ما قلت لكم ان هي خلصت وجاهزه بقى، والناس ساكنه والدنيا تمام وزي الفل. الناس اللي بيشتغلوا دي تشطيبات بسيطه جدا يعني، بس هي جاهزه زي ما انتم شايفين كده. ده اخر بسين زي ما قلت لكم، مساحته اكتر من 800 متر مكعب مياه، كبير جدا ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله بقى تتهنوا كده بقريتكم، وان شاء الله صيف جميل عليكم. وكده الفيديو خلص. لو نسيتوا تحطوا اللايك حطوا اللايك، اكتبوا لي رايكم في التعليقات. لو عايزين حاجه معينه اصورها لكم في القريه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.